كلنا بشر، لازم نسيب للي بعدينا جميل وأثر، ونحب بعض حتى لو ايه حصل. الحروب بتدمر مش بتفيد، وكل واحد مات اكيد ده شهيد. وعارفين ان الارهاب ده عدو غريب، ولازم هيجي اليوم وهينتهي اكيد. فكر مع نفسك وحس بغيرك، وربنا هو اللي عارف خيرك. والشر ده مش هيفيد، عشان احنا قلوبنا حديد، ولازم تتكلم حتى بكلمة عشان الناس تعرف الظلمة هما الارهاب، الكفرة اللي قلوبهم مفيهاش نقطة تقوى. وكلنا هنعرف بكرة ان قلوبنا الضعيفة بتقوى. وابنك وابني هيقرا في التاريخ ان مصر هي اللي حافظة الأمة الإسلامية وحافظة الشعوب العربية. رمضان شهر الإيمان، رمضان حب وجمال، رمضان أيامه كلها سلام، رمضان الناس كلها فيه مش بتنام، رمضان ما يتقدرش بمال، رمضان خير وأمان، رمضان شهر من عند الله، رمضان شهر كلنا بنستناه، رمضان كل المصريين عايشين جواه، رمضان مفيش زيه في الحياة، رمضان أيامه كتير بس في ثواني بتطير، رمضان بجد حب خطير ومفيش ليه مثيل، رمضان هيفضل مكمل معانا على مر السنين، رمضان هو القلب الكبير، رمضان هو الحب الأصيل والضحك الجميل. رمضان شهر مفيش زيه في التاريخ، رمضان شهر لطيف، رمضان على قلبنا خفيف، رمضان شهر بنحبه كلنا، رمضان احلى شهر عشنا فيه في عمرنا، والرسول بإذن الله هيشفع لنا كلنا، رمضان سهراته ما بتخلص، رمضان احلى حاجة في مصر، رمضان شهر مش بيتعوض، لازم نطلع اللي نقدر عليه، ولازم نسعى للخير، ده الحب اجمل شيء جميل، لازم نعطف على المساكين ونساعد كل انسان فقير، رمضان شهر فيه خير كتير، رمضان حب ما يتوصفش بتعبير، رمضان كل الناس بتبقى فيه صافيين ومؤمنين بالدين، كل ثانية بيتولد شخص جديد، وكل دقيقة بيموت إنسان كان بيتحدى الدنيا والأيام، وكان عايش بس موجوع، وكل حياته آلام ودموع، ناس مولودة وفي بقها معلقة من دهب، وناس عايشة وكارهة نفسها وكل حاجة مش عندها، ومحدش عايز يقف جنبها. هتخسر ايه لو اتبرعت بجنيه؟ اعطف على الفقير، ربنا يعطف عليك، وخلي باب الجنة مفتوح دايما ليك، وخلي كل حاجة بين ايديك، وكل انسان خير احب اقوله البركة فيك،
والحياة كلها هتضحك ليك، والفرح هيبقى صديقك، ده مفيش حاجة بإيدك. كره العيون وكذب الظنون ووجع القلوب وكثرة الذنب والسيئات وكثرة الذنوب وكترة الديون وحسرة المديون وعدم الذكاء، وبقينا ننسى ان في رب واله واحد، والشيطان هيفضل مغرور وهيفضل جاحد، ونسينا كل اللي فات وبقينا نعيد الذكريات والحياة دروس، وعمرنا ما بنتعلم ولا بترتاح النفوس. وصاحبك واخوك الاول عميل والتاني صبع جاسوس، مفيش اخلاص، والجدع مات والدفن خلاص. مش هترتاح وهتفضل محبوس بقفل وضايع من السجان المفتاح، وهتتجرح كتير وهتموت على السرير، وهتشوف العجب والمستحيل، وهتشوف حاجات ملهاش اي تفسير.